شو هالطعم الراقي هذا؟ جد شي نايم الآخر. مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ إن شاء الله تكونوا دايما بخير يا رب. اليوم راح أقدم لكم أطيب وصفة شاورما، الشاورما الأصلية بالطعم الأصلي. مقادير وصفتنا أصدقائي: تحتاج صدر دجاج، طبعا فيكم كمان تعملوا 3/4 الكمية من الصدر وربع الكمية من الفخاد، تشفوهم من العظام وتشفوهم من الجلد، بس أنا عندي بس صدر الدجاج، عندي تقريبا مقدار كيلوين. وهي التوابل المقادير راح تكون لمقدار كيلوين. نحتاج 6 ملاعق كبيرة لبن زبادي، نحتاج كاسة كبيرة مقدار 200 مليلتر زيت زيتون، عصير برتقانة كاملة، عصير ليمونتين، طبعا لأنه حجم الليمون الصغير تقريبا متساويين، هذا عصير ليمونتين، هذا عصير برتقانة وحدة، ملح معلقة كبيرة، قرفة معلقة صغيرة، بابريكا معلقة صغيرة، هال معلقة صغيرة، قرنفل أقل من معلقة صغيرة يعني تقريبا مقدار 3/4 المعلقة، معلقة كبيرة كزبرة يابسة، نص معلقة صغيرة فلفل أبيض، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة كبيرة بصل مجفف، نص معلقة صغيرة تشيلي، معلقة كبيرة مسح كمون، معلقة صغيرة جوز الطيب، معلقة صغيرة زنجبيل، وهون عندي برش نص برتقانة أو أقل شوي، برش ليمونة، عندي 10 أسنان توم، معلقة صغيرة رب البندورة أو دبس البندورة، معلقة كبيرة رب الفليفلة أو دبس الفليفلة. مشان نخفف هالعجقة هي اللي قدامنا هون كلياتها، راح أبلش أول شيء أسوي التبلة. لتجهيز التبلة نحتاج هاند بلندر أو خلاط أو محضرة الطعام، مثل ما أنا هون عندي محضرة طعام صغيرة. راح نخلط المواد كلها بقلب محضرة الطعام. راح أضيف دبس الفليفلة أو رب الفليفلة، راح أضيف دبس البندورة أو رب البندورة، راح أضيف لبن الزبادي، راح أضيف قشر البرتقال، راح أضيف قشر الليمون، راح أضيف أسنان الثوم. وهلا بنضيف التوابل كلها. عندي تشيلي، كمون، جوز الطيب، قرنفل، القرفة، بصل البودرة، الكزبرة، فلفل أسود، فلفل أبيض، الهال، البابريكا، الملح والزنجبيل. هلا بضيف العصير، عصير برتقال، عصير ليمون. هلا بضيف زيت الزيتون. هلا راح اضربهم مع بعض على محضرة الطعام. وصلنا على هذا القوام هات. وهلا بنجي نشتغل بقطع الدجاج ونقطعه. لاحظوا اصدقائي، صدر الدجاج فيه سماكة شوي، راح ناخده هيك ونشرحه بشكل طولي بهالشكل هذا. وهلا نقطعه بشكل شرائح صغيرة بهالشكل هذا. بتحبوا على الساوي بتحبوا على المايل هيك. لاحظوا أصدقائي، قطعتهم بهالشكل هذا، شكل طولي، لا هو سميك ولا هو رقيق. هلا راح أقطع الباقي وراجع لكم. هلا بصب فوقها التبلة اللي خلطناها،
وهلا نخلطهم مع بعض، نخلطهم شوي شوي هيك مشان نضمن انه تغلغل التبلة بكل قطع الدجاج. لاحظوا بنفردهم هيك عن بعض شوي لنتأكد انه التبلة وصلت لكل قطع الدجاج. هلا هيك خلطتهم مع بعض. لتحصلوا على النكهة الطيبة لازم تريحوها اقل شيء 10 ساعات في البراد. طبعا فيكم كمان تريحوها 3 ساعات في الثلاجة وتريحوها بتشتغلوا فيها، بس انا حكيت لتحصل على نتيجة او لنكهة اطيب لازم تضيفوها اقل شيء 10 ساعات. لحتى ال 20 ساعة 24 ساعة ما في اي مشكلة، ما بصير لها شيء، بالعكس كل ما طولت اكثر بالتخمير كل ما صارت اطيب من الشاورما. هلا بنغطيها بالفوليا. وهلا راح احطهم في الثلاجة وراح اتركهم لثاني يوم. وهلا صرنا باليوم الثاني اصدقائي، وقبل ما نطلع الشاورما من الثلاجة راح نعمل كريم توم. عندي هون مكونات الكريم توم. نحتاج لبيضتين طبعا بس البياض، نحتاج لنص معلقة صغيرة ملح وبراس المعلقة سكر، وهون عندي 4 سنان توم او 3 سنان حسب ما بتحبوا انتم، بتحبوها قوية بتعملوه ب4 سنان توم. طبعا السكر اصدقائي مشان نكسر شوي من حدودية التوم ومشان نسوي توازن وتجانس بالكريم توم. نحتاج لعصير ليمونة كاملة، طبعا ليمونة صغيرة. نحتاج لزيت نباتي تقريبا لل 200 مليلتر او حسب ما بتحتاج معنا، بتبين معنا لانه نحن عم ننزلها بشكل خيط مثل ما راح نشتغل فيها هلا. هلا اول شيء راح نفصل الصفارة عن البياض. هلا بنجيب هاند بلندر او على الخلاط حسب المتوفر، حسب ما بترتاحوا انتم. بنفضي البياض، بنفضي اسنان الثوم، بنفضي عصير الليمون، بنفضي الملح، ونفضي السكر. وهلا بنضربهم مع بعض. بعدين بننزل الزيت بشكل خيط ونشغل. راح اكتفي بهالقدر من الزيت، وهلا بدي احركه بشكل كامل. لاحظوا اصدقائي حصلنا على كريم توم بهذا القوام. هلا هيك صار تمام. وهلا بنجي بنحمص الشاورما، وبما اننا نحن موجودين في البيت منا في المحل، منا معلقين نسيخ الشاورما. شو بنحتاج مشان نحمص الشاورما؟ طبعا بنحتاج لغاز، طواي تكون تيفال ما بتلزق، وبنحتاج المادة الدسمة اللي بنحمص فيها الشاورما. هي بترجع لكم انتو شو بتحبوا بتحمصوا الشاورما فيها، بتريدوا بالسمن الحيواني، بتريدوا بلية الخروف، وممكن كمان بزيت الزيتون. وهلا راح افتح الشاورما قدامكم اللي صار لها 15 ساعة. الله على الريحة، ريحة قوية كتير. هلا بنشوف على التحميص كيف بدها تصير معنا. هاخذ معلقة سمنة، ما راح اكتر. طبعا لتحميص الشاورما بدنا نحمصها على دفعات. بنجيب ملقط وبننزل الشاورما. لكل وجبة تقريبا مقدار هاي التقلية. هلا بنعطيها تقليبة. هاي بعد ما راح 10 دقايق من التحميص اصدقائي. هيك صارت عندي جاهزة. شوفوا اخذت لون، اخذت وش ملدوع، وهيك صارت امورنا تمام. وهلا بسكبها من الصحن. بنرجع بننزل شوية سمنة. هيك عم بحاول افرفدهم عن بعضهم. لاحظوا قضيت الطواي بالكامل. هلا بحمص الكمية كلها وبرجع لكم بعد ما خلصت تحميص الشاورما وحطيتهم كلهم بمقلاية وحدة وشغلت تحتهم على نار هادية مشان يضلوا سخنين. وانا عندي هون خبز صاج المرقوق، كمان انتم فيكم تجيبوا خبز صاج مرقوق او اي نوع خبز بتحبوه او نوع الخبز المتوفر.
طبعا اكيد سندويش الشاورما بدها مخلل. هلا بنيجي بنلف سندويشتنا، ندهن لها شوية كريم توم، طلع شوية شاورما، حط لها شوية مخلل حسب ما بتحبوا انتو. هلا بيجي بنلفها، بهالشكل هذا اصدقائي. راح الفهم كلهم وبعدين بنأمرهم بالطواي. هلا بنيجي بنأمرهم بالطواي، بنجيب زيت زيتون وبننزلهم على الطواي، وبنحط لهم تقالة عشان ياخذوا شكل حلو. كل وش دقيقتين مو اكتر. هلا بنيجي نقلبهم على الوش الثاني، راح نحط عليهم شوية زيت، هيك كافي. الله الله، شوفوا لي على التأميرة اللي ما بترحم. حط كمان شوية زيت بين السندويش وعلى الأطراف، حط عليها التقالة ومنأمرها كمان دقيقتين. هلا بطفي تحتها. شوفوا لي على التأميرة هاي، شوفوا لي على التأميرة اللي ما بترحم، التأميرة الحلوة. هلا بدنا نقطع، هلا نحن عم نقطع مشان نعمل صحن الوجبة أو صحن العربي مثل ما بقولوا المحلات. اسمعوا هالقرشة هاي. هلا بدي اقطع السندويشة الثانية عشان نعمل صحن الوجبة. واسمعوا لي على القرشة الظالمة بالتأميرة الحلوة اللي عملناها. شوفوا لي، شي غرام، شي دلع. شوفوا لي هالشاورما الذهبية أصدقائي. هي الشاورما الأصلية بالطعم الأصلي بالنكهة الأصلية. شوفوا لي هيك صحن الوجبة كيف مدلل حاله. الله الله. هلا راح أدوقها. راح نحط عليها شوية كريم توم هيك. سمي بالله. بسم الله. شو هالطعم الراقي هذا؟ عن جد شي ناهي، عن جد شي ناهي من الآخر. هلا هيك فينا نقول شي ناهي من الآخر عن جد. جربوها، وإذا ما بتكون مثل ما أنا عم بوصفها أنا ما بعرف سوي شاورما. وإذا عجبكم الفيديو أصدقائي اشتركوا في قناتنا وعملوا لنا لايك وشاركوها مع أصدقائكم، وبنشوفكم بفيديو جديد.